ده؟ ايه ده؟ قومي يا معفنه استحمي. ايه القرف اللي انت فيه ده؟ ولا مهتمه بشقتك ولا مهتمه بنفسك؟ قومي يا بت، انا لا صرفه تانيه مع اخوكي. تقرف. ايه الهبل اللي على الصبح ده؟ ريحة ايه اللي معفنة دي؟ الشامبو دخل في عيني. ما تشوف لك يا عم الصرفه مع اختك. اختك ولا مهتمه بشقتها ولا مهتمه بنفسها ذات نفسها اصلا، وريحتها وحشه على طول. مش عارف بقى، بص بقيت بنام لوحدي في اوضه تانيه، ما بقتش بعرف انام جنبها بسبب القرف اللي هي فيه ده. حتى كوبايه الشاي تبقى قدامها مش هين عليها تقوم تغسله، بقوم واخد كوبايه الشاي انا اللي اقوم اغسلها. شوف لك صرفه معاها بقى، انا تعبت. بقول لك يا عماد، اختي ما تعملش الكلام ده، واختي نظيفه وانت اختها نظيفه وعمرها ما عملت الكلام ده. وبعدين يمكن انت اللي مش نظيف وبتطلع اللي فيك فيها. عموما لو انت بتلكك على حاجه قول لي. يا ابني انت طلعت الكلام ده ازاي؟ وبعدين ايه اللي مش نضيف وبتلكك؟ ما تخش انت حدق شوف اختك، هي اللي مش نضيفه يا ابني. انت اهبل. قوم انت شوف يلا وهتفهم. ماشي، انا هو ما اشوفها. صافي ايه يا بنت مالك في ايه؟ قطعتي ليه؟ مش عارفة يا بنت، عمال بيتلكك لي. قبل كده قفشته بيكلم واحدة، بس قلت يا بنت عدي عشان المركب تعدي، ومفيش فايدة. كل شوية يقول لي ريحتك طالعة وشقتك وحشة. أنا شايف شقتي عاملة ازاي؟ طب وانت ما قلتليش ليه؟ ما كنتش بتكلم عشان الدنيا تعدي معايا. طب بقول لك ايه، لو انت مش عاجبك القعده اخدك وامشي. بقول لك ايه، لو انت مش عاجبك القعده اخدك ونمشي. بقول لك ايه، في الشنطه بتاعتك. هناك ايه؟ أنا عايزة أمشي، ما تسيبنيش لوحدي. طب يلا قومي، قومي يلا حضري الشنطه بتاعتك، يلا حضريها. تعالى. يلا على فين؟ هو اخوكي جه سخنك عليا وماشيه معاه؟ طب اعملي حسابك لو طلعت من الباب ده ما ترجعيش تاني. استنى يا بنت، عايزة أقول لك إن أنا عمري ما كنت معفنة، وأنت متأكد من ده. أنا ياما ضحيت علشانك واستحملت قرفك، بس للأسف ما تمرش فيك. بقول لك يا عماد، ورقه الطلاق توصل لها، وبقى الشغل محاكم معانا عشان هتخسر. زي ما قلت لك، الورقه توصل في بيت ابوها. سلام.